زي ما قلنا ان الصراع اللي حاصل على السوشيال ميديا اظهر على السطح حاجات الناس ما كانتش تتوقعها او متخيلها انها موجودة اصلا. المنصات كمان ساهمت بشكل كبير جدا في نشر الشائعات والاخبار المفبركة، خصوصا منصة اكس او تويتر سابقا. طبعا انت عارف موضوع توثيق الحسابات على تويتر، وان اي حد دلوقتي يقدر يدفع ويوثق حسابه عادي. مش بس كده، لو اكس وثقت حسابك بتدي لك ميزة اضافية عن الناس العادية اللي حساباتهم مش متوثقة، فتدي اولوية للمنشورات بتاعتك. والخوارزميات بتخلي المنشورات تظهر اكتر من الحسابات اللي مش متوثقة، وكمان ممكن تاخد فلوس لو منشورك طلع ترند. المعادلة الظريفة دي خلت منصة اكس واحدة من اكتر المنصات اللي نشرت اخبار مزيفة ومفبركة في الازمة دي، وفي حسابات كمان موثقة عملت كده، وده خلى ناس كتير جدا صدقت كتير من الخزعبلات اللي انتشرت، خصوصا من اسرائيل. والموضوع وصل لقادة في الدول الغربية، وكمان صدقوا اللي اتنشر على الحسابات دي. الحقيقة الأدلة كتير، أنا بس للأسف مش هعرف أعرضها لك هنا. عندك حسابات كتير نشرت فيديو لواحد بيقتل طفل ومعاه هاشتاج الإسلام هو المشكلة، وإسرائيل بقى تحت الهجوم، وغيرها من الفيديوهات دي انتشرت انتشار النار في الهشيم، وقادة الدول الغربية منهم اللي صدق، بما فيهم طبعا الأخ بايدن. الحقيقة إن الفيديو ده مش لحماس أصلاً، ولا من فلسطين أساساً، ولا ليه أصلاً علاقة بإسرائيل، والفيديو طلع متصور في سوريا في 2016. طبعاً في مواقع متخصصة في فحص النوعية دي من المحتوى قالت إن الفيديو ملوش علاقة باللي بيحصل من أحداث، بس بعد إيه سعادتك؟ بعد ما بقى في ملايين المشاهدات وتعاطف معاه كتير من السياسيين، نوعية بقى شوف الفلسطينيين بيقتلوا أطفال إسرائيل إزاي. طبعاً الموضوع مش واقف على كده، في ملايين البوستات والتويتس اللي شغالة تسخين في كل حتة لنشر الأخبار المفبركة. والحقيقة إنك ممكن تلاقي الصور والفيديو الحقيقية لو عايز، بس للأسف محدش بيدور بصراحة، لأن الأخبار المفبركة دي في الغالب بتشبع جزء عند المتلقي فبيصدقها ومبقاش عنده دافع إنه يدور على الحقيقة. أنت عارف إن حجم البروباغندا والأخبار المزيفة اللي منتشرة في أزمة غزة قد بروباغندا صراع أوكرانيا وروسيا مرتين. ده يخليك تسأل السؤال اللي الناس كلها عمالة تتكلم عليه، إيه بقى موضوع الخوارزميات؟ وإيه دورها في الصراع ده أو غيره؟ وهل فعلا منصات التواصل الاجتماعي بتتلاعب بينا من غير ما نحس؟ خلونا الأول نبدأ بالخوارزم. يعني إيه بقى الجوريزم أو الخوارزم؟ ناس كتير معتقدة إنه موضوع جديد، لكن الحقيقة إنه قديم جدا من أكتر من 800 سنة، وسمي باسم عالم الرياضيات المسلم أبو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمي. الخوارزمي اتولد في منطقة اسمها خوارزم، في منطقة معروفة حالياً بأوزبكستان. الخوارزمي واحد من أهم علماء الرياضيات والفلك المسلمين، وساهم في دخول كتير من القواعد والأفكار للرياضيات، خصوصاً بعد ما ترجمت كتبه وأعماله للغة اللاتينية زي الصفر والجبر. الخوارزمي كان مدير في بيت الحكمة في بغداد في عهد الخليفة المأمون، أو اللي بنسميه العصر الذهبي للإسلام. في العصور الوسطى كلمة الجوريثموس اللي هي جاي منها كلمة خوارزم كان معناها ببساطة النظام العشري للأرقام، ومنها اتنقل للغة الإنجليزية. الموضوع فضل كده لحد القرن 19، وبدأت بقى تستخدم الكلمة بمعنى تاني خالص، وهي عبارة عن مجموعة من الخطوات لحل مشكلة ما. في منتصف القرن العشرين عالم الرياضيات الإنجليزي آلان تيورينج بدأ يستخدم الكلمة في أبحاثه في طريقة عمل الكمبيوتر اللي بيحل معادلات رياضية معقدة، واللي قدر يعمل بيه آلة اسمها بومب اللي فك بيها تشفير آلة الإنيجما الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وده اللي كان أساس الكمبيوتر اللي بين إيديك دلوقتي بقى يا سيدي الخوارزم بقى كلمة مستخدمة في كل مكان حوالينا، حتى لو مش فاهمين معناها فبنرددها وخلاص، وعلى اعتبار بقى ان اي تطبيق دلوقتي بقى بيستخدم الخوارزميات او الالجوريزمز. لكن الحقيقة غير كده خالص، لان الخوارزميات دي انواع كتير، وفي منها البسيط والمعقد، وفي منها اللي بيتعلم زي خوارزميات الذكاء الاصطناعي. الخوارزميات اللي بتكلم عليها النهارده هي خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة بشكل كبير جدا وبتتحكم في منصات التواصل الاجتماعي اللي حضرتك بتستخدمها كل يوم، أو يعني لو جيت للحقيقة هي اللي بتستخدمك.